تحيا بلادي من كلمات الشاعر وليد محمد صالح محمد الفريدي أبو خالد، مع تحيات شبل يافع. يالله دعيناك وانت القصد والمقصد، يا خالق الكون والسكان والتعداد، يا رب الأرباب انت الواحد الأحد، احفظ لي الأب والأخوان والأولاد، وأسرتي كامل صغيرهم والجد، واصحابنا كلهم بالاسم والأفراد، واحفظ بلادي واجعلها لنا مرقاد، واغفر ذنوبنا هار الوعد والميعاد. وبعد لا قال أبو خالد سكن بالحد، منين ما جا البلاء يمسو على استعداد، والجد سلطان والعزلة بني مفراد، والأصل بنهرهاره دي تصنع الأمجاد، في حي ريشان وأخواني بها سرماد، ربي سقاها واستال الجبل للواد، مني سلامي عليكم قال أبو خالد، يا مسقط الراس ذي حلوا بك الأجداد. لو ما ظروف المعيش فارقك وبعاد، المغترب لاجل بيوفر لك الامداد، تحيا بلادي ولا لي منها مشراد، رحنا مددها ورحنا الدعم والاسناد، يا مقلة العين اللي داخل المرقاد، من حبها كل ما سافر اليها عاد، لانها الام دي منسودها الاسعاد، ترضع لبنها وداخل حضنها المرقاد، من اجلها قال ابو خالد بلد كباد، وحب الاولاد ذيهم من ثمر الاكباد، يا كم جميلات خلوهن رماد رماد، من بعد ما ودعين الفاتنه بغداد. يا بال يا بلا يا بلا ويا بلا، يا بال يا بلا يا بلا ويا بلا، تحيا بلادي ولا لي منها مشرد، رحنا مددها ورحنا الدعم والاسناد، وتبهدل الشعب والاوضاع تتعقد، والعيش والملح والله ما نفع والزاد، حتى اقتصاد البلد انهار وتجمد، والعالم الله وش مستقبل الاحفاد، وسبت لافات ما باينفعك لحد، ولا نفعه مع عن ترغف شداد، واليوم لا راحة عاده بايجينا الغاد، انا اسألك يا الهي صفر العداد، نهار الاعضاء على اصحابها تشهد، واثنين من ايمانك لا يسرك شهاد، اريد جنه بها الروح تتخلد، بعيد وابعد من اهل الحقد والحساد. واختم وصلي على طه النبي الامجاد، محمد المصطفى واصحابه الامجاد، يا سعد من زار مكه والحجر الاسود، واكمل جميع المشاعر لا قد الله